ولكن هنا باش الشعب المغربي شويه يكون فايق برا، وي نقدر نرحب باي انسان برا، ولكن في التشجيع ديال المنتخبات انا ما مزالش فاين نشجع حتى منتخب. كيما دار حفيظ الراجي وبغى يشوهكم وقال لكم اودي لا الملاعب فاضيه وخاصكم تدخلوا تشجعوا، لا انا ما مزالش فعلا نشجع حفيظ الراجي، رانا شوهناه وردينا كي الاخر في السوشيال ميديا. انا ما نشجع حتى منتخب، هذا هو. الا بغيتو لاكم تبقى في المغرب ويديها المنتخب المغربي راه قال لك مولي دركراكي، علاش مولي دركراكي حتى هو تفرج بحالنا بحالكم في التلفزيون، ولكن شاف من الجمهور مفرق، الجمهور يشجع مصر. علاش نشجع مصر؟ خلى هذاك المصري اللي مشى للحوز بغى يبهدلني، نشجع مصر. واش بيني وبين مصر؟ انا ما نشجعهمش. شجعوني في لاكوب دافريك عمرهم ما يشجعوا، مشى عندهم والله ما يشجعوا. علاش انا نشجع المنتخب التونسي ولا المنتخب الجزائري ولا المنتخب اي منتخب؟ علاش انا ندخل نشجع؟ ما نشجعوش. ها روبورتاج درتو عليك قناه الارضيه كامله، ها وندخل انا نشجعو؟ ما ندخلش نشجعو، لانه هذاك راه منافس ديالي في الميدان. خصكم هاد الثقافات غير ديال الميدان، خليني من برا سي نورمال غادي تضيفهم وتضيف اي واحد والضحك واللعب، بصح الميدان حميدان لا. في الميدان انا منتخبي وليد دي لاكوب، انا مع وليد الركراكي في هذه اللقطه اللي دارها، وهذا التصريح اللي دار وليد الركراكي لانه هو اصلا راه يشوف في التلفزيون. كيفاش انت ما تشجع المنتخبات كاملين؟ لا ما نشجع حتى واحد. بحقك تدخل تتفرج تشوف تستمتع بالمنتخبات، بصح ما محققش تشجع شي منتخب على منتخب، ما محققش، لانه انت منتخب بلادك هو اللي في المسابقه وبلادك هي اللي منظمه، وخاصك من يجي عندك واحد يقول لك شجعني يقول له لا انا نشجع بلادي. هذاك المنتخب اللي غادي نشجعوه غدوه نحصل فيه في الدور الربع والنصف وفي لا فينال، انت تشجعوا اليوم وغدوه ان شاء الله تحصل فيه وتولي انت وياه في المشاكل، تقول علاش شجعتهم الديبار؟ لا ما شجع حتى واحد. هذا هو التصريح اللي قال وليد الركراكي، فهمتوا؟ وهذاك الروبورتاج لخص لك كل شيء.